قبل ما تدفع لأي حد علشان بولندا اتأكد من ال5 حاجات دول. قبل ما تسافر أوروبا وبالذات بولندا اسمعني دقيقة، لأن أغلب اللي بيتبهدلوا هناك مش بسبب الجامعة، بيتضروا من أول خطوة إن حد قدم لهم وخلاص. فلو أنت ناوي بولندا اتأكد من ال5 حاجات دول قبل ما تبعت ورقك أو تدفع جنيه. أول تشيك، الفلوس بتدفع لمين؟ أي تعامل محترم الدفع بيكون للجامعة بشكل مباشر أو بإثبات رسمي واضح. أي حد بيجبرك تدفع له هو من غير مستندات وبدون وضوح، دي أول علامة خطر. تاني تشيك، فين خطاب القبول الحقيقي؟ قبول الجامعة لازم يكون رسمي، بياناتك، اسم البرنامج، بداية الدراسة وشروط التسجيل، مش سكرين شوت ولا كلام واتساب. تالت تشيك، مين هيتابعك بعد القبول؟ ناس كتير بتاخد قبول وبعدها بتلاقي اللي قدم اختفى. اللي يفرق هنا ان في فريق متابعة واضح، سكن، ورق، ترجمة، مواعيد، مش ربنا معاك والسلامة. رابع تشيك، هل حد فاهم بولندا على الأرض؟ مش حد بيبيع، حد عايش التجربة. عشان كده احنا دخلنا بولندا ومعانا مستشار تعليمي هناك أحمد بركات، كان طالب في بولندا وفاهم تفاصيلها من جوه مش من على جوجل. خامس تشيك، هل في مكان ترجع له لو حصل مشكلة؟ وده أهم سبب يخلي بولندا ممكنة مع خطوة. عندنا مكتب في مصر ومتواجدين معاك على الأرض في بولندا، مش خدمة أونلاين وخلاص. الخلاصة، بولندا اختيار ذكي بس لو بدأت صح. ولو عايز نعمل لك تقييم سريع لحالتك ونقول لك الطريق الأنسب، اكتب كلمة بولندا في التعليقات وهنرد عليك بخطة واضحة من غير وعود وهمية. باي.